بعدين اخذ من اليسرى هذه خصلة وادمجها ويا اليمنى. الضفيرة الهندية بخطوات سهلة كلش، تابعوا الفيديو للنهاية. هلا للكل، شلونكم؟ وياكم حنان من قناة حنان هير بيوتي. ان شاء الله الكل بخير صحة وسلامة. اليوم الفيديو حابة اسوي لكم الضفيرة الهندية، لانه احنا سوينا الضفيرة الهولندية اللي راح اخلي لكم اللينك هنا، والضفيرة الفرنسية ايضا راح اخلي لكم اللينك حتى تشوفوه. فاليوم قررت اسوي لكم الضفيرة الهندية حتى الكل يتعلمها، وضفيرة كلش حلوة وبسيطة وتعطي شكل كلش حلو يخضل للشعر، خاصة إذا بديناها من فوق، يعني مثل اللي سويت لكم إياها بالفيديوهات السابقة. أبدي الضفيرة من فوق حتى تاخذ كل الشعر وتطلع فد شكل يخبل. خلونا نبدي. لا تنسون اللي ما مشترك بالقناة أتمنى يشترك ويفعل زر الجرس حتى يوصل كل إشعار جديد بالقناة، ولا تنسون تسوون لايك بنهاية الفيديو إذا حبيتوا حتى يوصل لأكبر عدد من المتابعين. أول شيء أنا شادة الشعر من هنا، أخذ خصلة وأشدها من هنا من فوق حتى أسوي قاعدة أبدي من عندها. دائما أحب هذا الشيء حتى لا تتخربط من فوق. راح أخذ أرغان أويل أو أي سيرم عندكم، أي أويل أخليه على إيدي، بس شوية أمسح إيدي بيه حتى لا يصير نفشه بالشعر ولا تطلع شعرايات طايرة. هسه الضفيرة الهندية ناخذ خصلتين بدل ما ثلاثة، فراح اخذ خصلتين. راح اخذ من هنا اقطع من هالخصلة اليمنى قسم من الشعر هذا، واخذه ويا هاي اليسرى، يعني اخذ من اليمنى اخلي ويا اليسرى. اوكي بهاي الطريقة. بعدين اخذ من اليسرى هذه خصلة وادمجها ويا اليمنى، بس شنو راح اخذ قطعة من يعني الخصلة من الشعر حتى ادمج هذا الشعر وياه بهاي الطريقة. اوكي بعدين راح ارجع، صار عندي هاي اليمنى راح ابدي اخذ من عندها خصلة ادمجها ويا الجهة اليسار، ومثل ما سوينا راح اخذ خصلة من الشعر حتى يندمج الشعر كله وياه بهاي الطريقة. راح ارجع اخذ من هنا نفس الخطوات اللي نسويها، راح ناخذ الشعر كله على نفس الخطوات وننزل لي جوا. شوفوا شلون شكلها راح يطلع يخبل. بنات شوفوا انا اللي هنا خلصت، اخذت كل الشعر. هسه انتو تخيلوا اذا انتو شادين الشعر من هنا وراح تبدون من جوا تسوون بس الجوا، راح يصير نفس الطريقة. تاخذون الشعر هيك خصلتين وبس تسوون هاي الحركة بدون ما عندنا شي ندمجه، بس انا سويت لكم اياها من فوق حتى تعرفون شلون تدمجون الشعر كله. وهسه اعتبروا اذا انتو تسووها من جوا هم نفس الحركة. ولهنا أنا خلصت الضفيرة. إن شاء الله حبيتوها، خطوات كلش سريعة وسهلة والكل يقدر يسويها وتنطيج هذا المنظر الحلو للشعر. طبعا ترهم للشعر الطويل وللشعر القصير أيضا. شكرا للمتابعة، أشوفكم بالفيديو الجاي.